بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم. في الحقيقة معانا خبر عجيب جدا وصعب ان احنا نتكلم عنه، لكن هو حصل حقيقي مع شاب اسمه مينا موسى من المنيا. وازاي يعني جات له رسالة ان هو يفضل انه يشتغل في المجال دوت، يعني فرصة شغل براتب مغري جدا في القاهرة. فمينا وافق وسافر القاهرة وحصل معاه اللي حصل زي ما هنشوف في فيديو النهاردة. يا رب ما نشوفوهاش ابدا تاني يعني. لكن في البداية حابة اقول لحضراتكم لو حابين تسمعوا معجزات واخبار للكنيسة فما تنسوش اشتركوا وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان دايما يوصل لكم اشعار بكل ما تقدمه قناة العذراء ام يسوع. ولو فيديو النهاردة ما تنسوش تكتبوا لي ارائكم في التعليقات وتعزوا اهل مينا. ايه اللي حصل؟ مينا موسى شاب خلوق جدا بشهادة الجميع، وهو من المنيا، ويعني الناس كلها اللي اتعاملت معاه شهدت باخلاق مينا انه محترم جدا. ومينا بيشتغل ممرض ومستقر في شغله ومحبوب جدا من جميع الدكاترة اللي اتعاملوا معاه، وحبهم ليه جاء بسبب امانته في شغله. وكل اللي كان حوالين منه يقولوا مينا ده مفيش احسن منه. وحضراتكم عارفين ان الشباب في مقبل حياتهم بيبقوا عايزين يشتغلوا شغلانة اضافية او يعملوا اي حاجة علشان بيها يزودوا دخلهم ويجهزوا نفسهم بنفسهم يعني. فمينا طبعا هو كان بيشتغل ممرض، فبيقلب في الفيسبوك والرسائل والحاجات ديت، فلا قدامه اعلان عن طالبين ممرض يشتغل في مجال العلاج الطبيعي مع راجل مسن مقابل مبلغ مالي ضخم جدا. فمينا اول ما شافه قال بس دي فرصتي، فراح لأهله وقال لهم انه في القاهرة واحد مسن وانا هروح ليه يعني ابقى ممرض ليه علاج طبيعي. وتواصل فعلا على الرقم عن طريق الواتس. وللأسف الشديد انه الحكاية دي كانت فخ معمول لمينا، ويقال من التحقيقات انه ده صديق لمينا ممرض زيه ومعاه شاب تاني يعني. قالوا لمينا ايوه هو في راجل مسن وانت هتيجي تعمل له علاج طبيعي ومبلغ، قالوا له مبلغ يعني يغري ان هو يسافر. فقال لأهله انا هروح واشوف الشغل وربنا يدبر كل حاجة يعني. وحضر نفسه وفعلا سافر من المنيا مسقط رأسه الى القاهرة. وعملوا حركة كده عشان ما يبانوش هم في الصورة، ما يبانش صاحبه ده يعني. بيقولوا اهله انه بعد مينا مسافر لقينا التليفون بيتصل بيقول لنا انه احنا خاطفين ابنكم مينا وطالبين منهم فلوس، وفهموهم ان دي عصابة بتخطف الناس واحنا ابنكم جه في ايدينا وعايزين فلوس والكلام ده كله. طبعا الاهل اتجننوا وبدأوا يشوفوا ايه الاجراءات اللي يعملوها. في خلال يومين كانوا بيتصلوا يقولوا لهم انه التحقيقات، طبعا هم راحوا بقى بلغوا انه ابننا مخطوف ومش عارفين نعمل ايه وكده. فللأسف بعد يومين جالهم خبر وفاة مينا ابنهم مذبوح وممزق بدماء باردة. وللأسف الشديد اللي حصل مع مينا حاجة غير إنسانية. في الحقيقة التحقيقات النيابة وتحريات الأجهزة الأمنية كشفت تفصيل الواقعة كاملة، وتبين ان المجني عليه اللي هو الممرض مينا موسى قالوا كده ان هو يعمل في مجال التمريض في محافظة المنيا زي ما حكيت لحضرتكم. لكن بقول البيان اللي طلعوه يعني بيعمل في مجال التمريض بمحافظة المنيا، وكان يبحث عن فرصة عمل إضافية. وتواصل معه شابان بينهما زميل له عبر تطبيق الواتساب، وزعموا ان هم يوفروا له فرصة عمل في مجال العلاج الطبيعي بالقاهرة، وتمكنوا من استدراجه للقاهرة. وعقب ذلك قام بخطفه واحتجازه
وعشان يشيلوا الموضوع من عليهم يعني يعني مش شبهة جنائية على صاحبه ده، فقالوا نعملوها كأننا عصابة وخطفوه الكلام ده كله. فقاموا باتصال بأحد أهله يعني، وطلبوا فدية مالية لإطلاق سراحه. فزي ما قلت لحضراتكم انه اهله بدأوا ان هم يعملوا شكاوي وبلاغات انه ابنهم مخطوف، والمكالمة دي جات لنا وبتاع، فهم حسوا بقى بده كله. فللأسف الشديد اضافت التحريات انه مينا حاول مقاومة الشابين دولت، فاقاموا على التخلص منه، وتم ذبحه وتقطيع جثمانه والقائه اشلاء بعدة من المناطق. التحريات بتقول انه في بعض منها ألقوه في ترعة الإسماعيلية، والأخر تم إلقائه في مقالب قمامة للتخلص منها عن طريق الكلاب الضالة تنهشها يعني. وتم تنفيذ هذه الجريمة في شقة في منطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة. دي كل التحقيقات عن اللي حصل مع مينا، شاب محترم بيسعى على انه يشتغل ويكون نفسه يبني نفسه بنفسه. اللي عايزة كمان اقوله، مينا لما لقى البيان دوت فكر زيه زي اي شاب انه ده شغل وعادي. صدقوني بلاقي كتير في جروبات ومسيحية عايزين بنت للشغل من البيت والتواصل على الخاص. انا عارفة وواثقة ومتأكدة انه ده لا شغل ولا يحزنون، ده ولد عامل الحكاية دي كلها عشان البنات تخش تتكلم ويشوف البنت دي ويكلمها والبنت التانية ويكلمها، واعلانات تانية. انتوا هتردوا على الناس مكالمات بس ومن البيت وبمبلغ. اكتر حاجة بيكتبوها يخلوا الناس تقبل على الكلام بتاعهم هي كلمة والمرتب بسعر مجزي او غالي او عالي. الكلمة دي يعني الناس اللي هي محتاجة او يعني ملهاش اي مصدر رزق بتجري قوي على الحاجات اللي زي كده. زي ما حصل مع مينا، كانوا بيستدرجوه بالكلمتين دولت، عارفين ان هو هيقرا البوست ده او الرسالة اللي جات له على الواتس او الكلام ده كله، فاصطادوه من النقطة ديت. بعض الناس بتطالب انه علشان ما يحصلش كده تاني لازم نعاقب الناس ديت على الملأ كده، زي ما بيقولوا يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، وان كل واحد مخه يوزه او الشيطان يوزه انه يعمل اي حاجة زي كده يفتكر عقاب الاخرين فيبطل تبطل الجرائم دي تحصل تاني. اللي عايزة اقوله خدوا بالكم كويس جدا، لانه مفيش اي حد بيدور على موظفين بيبتدي يكتبها على الجروبات والكلام ده بشكل عشوائي او غير مرتب او الكلام ده كله. اللي بتلاقوه بوستات عايز حد من البيت، عايز واحدة بس تكون متفرغة للشغل او الكلام ده كله، كل ده حكايات نصب. ناس اتنصب عليها في فلوس، وناس اتنصب عليها بالطريقة ديت واتخطفوا، وزي ما حصل مع مينا يا رب ما يحصلش مع اي حد تاني. اللي عايزة اقوله ما تجروش ورا اي اعلانات بالشكل دوت، لانه ما فيش اي حد هيبقى عايز كده. حتى لو في مكتب توظيف بيبقى معلن الحاجة فيه، مواقع بتبقى رسمية بيكتبوا الوظائف فيها، الكنيسة فيها مكان كده اسمه مكتب توظيف، روح اسأل في المنطقة بتاعتك هل في وظيفة تناسب لشغلي او تناسب لمهاراتي وخبراتي ولا لأ. بلاش نجري ورا الاعلانات الوهمية اللي موجودة على الفيس. ربنا يحمي ويحافظ. وعايزة اقول كمان انه الانسان الخلوق جدا والناجح زي مينا كده ممكن الشيطان يحسده ويخلي فيه كره في قلب انسان تاني فيحاول يأذيه بأي طريقة. زي زميله ده، الدافع ايه اللي مينا عمله عشان انت توصله للحاجة دي، انه تفقد يعني اهله يفتقدوه وتحرمه من اهله كده يعني. ايه اللي هو عمله؟ ده انسان في حاله شايف شغله كويس. طب ما انت كنت ممكن تبقى زيه واحسن كمان لو انت عملت اللي عليك، فهتنجح، ربنا هيكون معاك وهتنجح. لكن اللي خدوا بالكم من ان انتوا تبقوا باصين على اللي حوالين منكم، بصوا على اللي في ايديكم واشكروا، علشان اللي بيبص على اللي حوالين منه بيفقد اللي في ايده وبيوصل لحبل المشنقة زي الاتنين اللي عملوا كده. وبرضو الاهالي تاخد بالها من ولادها
انه لما يلاقوا حاجة زي كده يسألوا مرة واتنين وتلاتة قبل ما يروحوا. وعلى الاقل حتى لو مكان زي كده وراجل يعني نعرف عنوانه فين بالظبط نسأل ابونا عليه. مش تبعنا خالص، ممكن نسأل اي حد تاني يدلنا في حد بالمواصفات دي فعلا، ولا ده فخ معمول او حاجة كده في الهوا يعني. ربنا ينيح روح مينا موسى في احضان القديسين، وربنا يعزي اسرته. واتمنى ان الرسالة تكون وصلت حضراتكم، وما تنسوش تعزوا اهل مينا في التعليقات، وربنا قادر يجيب له حقه هنا على الارض وفي السماء. ربنا يحميكم ويحافظ عليكم ويبارك في حياتكم ببركة شفاعة امنا العذراء الطاهرة مريم وكل الشهداء والقديسين. اشوفكم باذن يسوع في فيديو جديد واخبار جديدة ومعجزات